رئاسة الوزراء الجزائرية، رئاسة الوزراء النظام أعلن أنه السبت القادم هيكون يوم غضب لتمكين المواطنين، هو ده المصطلح اللي استخدموه، لتمكين المواطنين من التعبير عن رأيهم بشأن قضية القدس. الجزائر دي بتمنع المسيرات، مثلا مظاهرات عندهم ممنوعة من 2001، يعني بقالهم 16 سنة ممنوع تخرج تقول حاجة إلا لو في ماتش كورة ولا حاجة. وعندهم يعني التظاهر، ثقافه التظاهر عندهم حتى مش موجوده، يعني هم شويه شعب لما بيخرجوا ما بيهزروش، يعني ما عندهمش حاجه اسمها سلميه والكلام ده، لا بيكسروا بيدغدغوا، يعني ناس دمهم حامي. الغشم اللي كان اتكلم عنه السيسي من شهر تقريبا. يعني هناك الشعوب ما بتهزرش، ادينا شفنا كلنا في ماتشات الكوره حتى بيعملوا في بعض ايه. ومع ذلك الراجل قال لك لا، الموضوع فيه غضب متراكم والناس ممكن تخرج غصب عننا، فيعني خليها بالرضا، خليها بالسماح، اطلعوا يا جماعه يوم السبت اتفضلوا عبروا عن اللي انتوا عاوزينه. حط ده بقى الجزائر، مش اوروبا ولا فرنسا ولا المانيا ولا ايطاليا، ولا الجزائر بلاد جوه مش بلاد بره. حط ده بقى قصاد موقف النظام المصري اللي قافل الشوارع كلها وقافل الميادين كلها وما بيرضاش يدي للناس تصريح تظاهر حتى، ولو اداهم بيروحوا يقبضوا عليهم. وقول لي بقى الناس اللي بيحكمونا دول عندهم 1 على 10 من عقل؟